من يتحمل مسؤولية تأخر رواتب مقاتلي الحشد الشعبي؟ هل الحل الذي اعتمدته الهيئة لرواتب حزيران مستدام أم مؤقت؟ هاي منفذ المنار محافظة بابل، لحد الآن إشعار ماكو. لماذا وصلنا إلى هنا؟ وما الذي ينبغي فعله لضمان حياة كريمة لشريحة قدمت أكثر من 4000 مقاتل دفاعاً عن البلاد؟ 4 أسئلة محورية تقابلها 10 حقائق ربما تفسر ما حدث. فرغم الخلافات السياسية والانتقادات تجاه الحشد، لكن الغالبية العظمى تتفق على ضرورة ضمان حقوق المقاتلين. الهيئة بررت تأخر الرواتب بمشكلة فنية ونفت وجود عقوبات على الشركات المعنية بالدفع، لكن أغلب الخبراء يرون أن المسألة أعمق من ذلك. تقرير وول ستريت جورنال أطلق الإنذار بعد اتهامه كيكارد بدفع رواتب لعناصر من الميليشيات، فلم تمض أيام قليلة حتى انسحبت الشركة، تبعها في ذلك مصرف الرافدين. الخبراء يؤكدون أن غياب الرقم الوظيفي وقانون التقاعد يعقد شمول منتسبي الحشد بالرواتب الرسمية، خلافاً لما تروج له الهيئة. في المقابل يحمل قائد فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي الهيئة المسؤولية ويرفض تبريرها، مرجعاً السبب إلى العقوبات الأمريكية على كيكارد وتوقع امتدادها لأي شركة بديلة. ولأجل ذلك اقترح الزيدي توزيع الرواتب نقداً عبر وزارة المالية أو بنظام صرف داخلي خاص بالحشد، لكن كثيرون يرون ذلك حلاً مؤقتاً. معظم آراء الخبراء تتقاطع عند فكرة واحدة: توزيع الرواتب بعيداً عن أعين وتدخلات واشنطن، إذ تمتلك الأخيرة انطباعاً حول تداخل مالي بين الحشد وفصائل المقاومة التي تعتبرها أمريكا ميليشيات. الحكومات العراقية المتعاقبة حاولت إقناع واشنطن بمعادلة فالح الفياض حين تحدث عن عراقين داخل عراق، رسمي ومقاوم، وعدم معاقبة الأول بجريرة الثاني، لكن ذلك صعب لأن الحشد جزء من الطرفين. يتفق معظم الخبراء على أن الحل الجذري يكمن في إرسال وفد رسمي رفيع إلى واشنطن بقيادة السوداني لتقديم معلومات وأرقام تزيل كل الشبهات عن الحشد. وقبل السعي نحو أي حل، على الحشد أن يعيد التعرف على نفسه ويحسم أمره، ثم يبدأ بشرح نفسه للآخرين وعلى رأسهم واشنطن. فرغم حساسية الوضع، إلا أنه يلاحظ عدم مبالاة السلطات في دعم الحشد، وربما سيبقى أمامه خياران: تحقق نبوءة الزيدي بظهور نتائج سلبية لاحقاً، أو انتظار صفقة أمريكية واضحة مع إيران تعيد العراق مجدداً إلى هوامش انتباه واشنطن.